أنت فاكر نفسك منتج؟ الحقيقة دماغك كل يوم بتسرق منك وقتك وطاقتك. دول نصوص داخليين عايشين جوه دماغك. الأفكار السلبية دي بتسيطر على قراراتك وبتخليك واقف مكانك. في 4 أفكار زي الفيروسات، لو ما عالجتهاش هتنهي حياتك بالبطيء. كل واحد فينا عنده المعركة دي جوه دماغه، لكن الفرق في اللي بيعرف يكسب. النهاردة هنكشف الأفكار دي، وهنديك خطة عملية عشان تتخلص منها نهائيا. ركز معايا كويس. ال 240 ثانية الجاية ممكن يغيروا طريقة تفكيرك للأبد. تخيل إنك عامل زي شركة قوية، لكن جوه الشركة في موظفين بيخربوا الشغل. الأفكار دي هي الموظفين الخونة اللي لازم تفصلهم فورا. خلينا نبدأ بالقصة دي. قصة شاب حقق نجاح خارجي لكنه كان محطم من جواه. ده أحمد، رجل أعمال ناجح عربي لابس أحسن اللبس وعنده كل حاجة. الناس كلها بتحسده على إنجازاته وبتشوفه مثال للقوة والنجاح. لكن بالليل لما بيرجع بيته، القناع بيقع وبيواجه صوت تاني خالص. الصوت ده بيفضل يقوله: انت مش كفاية، ده كله حظ وهتتكشف قريب. أحمد ما يعرفش إن ورا كل تفصيلة في حياته الناجحة في أفكار بتدمره. الأفكار دي بتخليه دايما قلقان، مش حاسس بالسلام الداخلي أبدا. هو كان فاكر إن تحقيق الأهداف هيسكت الصوت ده، لكن الصوت كبر أكتر. لحد ما في يوم قرر يواجه ال4 لصوص دول، اللصوص اللي سرقوا سعادته. أنت ممكن تكون أحمد أو تعرف حد زي أحمد. النجاح مش مقياس للصحة النفسية. دلوقتي جه الوقت إننا نعرف مين هم ال4 اللي بيسرقوا حياتك ووقتك. اللص الأول: الكمالية المتعبة. الفكرة دي بتقولك لو مش مثالي يبقى ملوش لازمة. بتحس إن شغلك لازم يكون 100% عشان تبدأ أصلا أو تنشره. النتيجة بتفضل تأجل وتبتعد عن أي حاجة فيها تحدي بسيط. الكمالية مش معيار للنجاح، هي وصفة سريعة للفشل والتأجيل. إزاي نواجهها؟ تذكر دايما القاعدة دي: العمل المنجز أفضل من العمل المثالي المنتظر. ابدأ بخطوات صغيرة. 80% من الجهد بيجيب 90% من النتيجة. محدش فينا مثالي، وعادي إننا نغلط، وده جزء من رحلة التطوير. خلي هدفك هو النمو والتطور، مش الوصول لدرجة مش موجودة في الواقع. سامح نفسك على الأخطاء الصغيرة واستمر في المضي قدما. اللص ده بيكره البدايات السريعة. ابدأ دلوقتي. اللص التاني: فخ المقارنة. الفكرة: أنا أقل من فلان اللي شفته على السوشيال ميديا. دماغك بيخليك تقارن بين أسوأ ما فيك وأحسن ما عند الناس التانية اللي بتبان مثالية. النتيجة: إحباط مستمر وشعور بالنقص وتضييع وقتك في مراقبة الآخرين. أنت بتشوف فصل واحد بس من كتاب حياتهم، وبتنسى إن حياتك كتاب مختلف. المقارنة بتقتل السعادة، وبتخليك تنسى كل النعم اللي ربنا اداها لك إياها. الحل هو إنك تركز على رحلتك الخاصة وإنجازاتك الشخصية. قارن نفسك بس بنسختك بتاعت امبارح، شوف أنت وصلت لفين. كل شخص ليه وقته وظروفه، مفيش سباق حقيقي هنا، دي حياتك أنت بس. افتكر: الإيجابية بتبدأ لما تتوقف عن محاولة تقليد الآخرين. أنت مميز بطريقتك، وده أقوى رد على لص المقارنة. اللص الثالث: الخوف المهلك. الفكرة: هفشل فشل ذريع يبقى مفيش داعي أحاول أصلا. الخوف ده بيخليك محبوس جوه منطقة الراحة وما بتخاطرش أبدا. الحقيقة: الفشل مش نهاية الطريق. الفشل هو أحسن معلم ممكن يكون عندك. كل قصة نجاح عظيمة وراها قصص فشل كتير محدش بيتكلم عنها. الفشل هو مجرد رد فعل أو معلومة بتقولك جرب طريقة مختلفة. عشان تواجه اللص ده، احتفل بمحاولاتك حتى لو النتيجة ما جاتش زي ما كنت عايز. اتعلم من الأخطاء وامشي لقدام. دي اسمها التطوير الذاتي الحقيقي. الخوف من الفشل هو اللي بيخلينا نفشل فعلا، لأننا ما بنحاولش. اكسر الحاجز ده دلوقتي. ابدأ بمشروع صغير وخليك مستعد للتعلم. الفشل الوحيد هو إنك تستسلم وما تحاولش تاني. اللص الرابع: سجن الماضي. الفكرة: يا ريتني ما عملت كده أو يا ريتني عملت كذا. ده بيخليك عايش في زمن فات وما بتشوفش جمال الحاضر. الماضي درس مش مكان إقامة. ما تديش طاقة ووقت لشيء خلاص خلص. التركيز على الندم بيسرق منك طاقتك اللي محتاجها عشان تبني مستقبلك. اتعلم من أخطاء الماضي، استغفر وارجع ركز على اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. ودلوقتي، ايه هو الحل العملي اللي يخلصنا من كل اللصوص دول؟ سجل كل فكرة سلبية بتيجي في دماغك في ورقة،
واستبدلها بفكرة إيجابية مضادة. 10 دقايق بس يوميا من ممارسة مكافحة الأفكار هتفرق معاك بشكل كبير في الصحة النفسية. جرب التسجيل والاستبدال ده لمدة يومين بس، هتلاحظ سيطرة أكبر على دماغك. اكتب لي في التعليقات وقول لي شعورك بعد يومين من تطبيق خطوة تطوير الذات دي. افتكر، محاربة الأفكار السلبية هي الخطوة الأولى نحو النجاح الحقيقي. شارك الفيديو ده مع أي حد حاسس إن طاقته ووقته بيتسرقوا منه. لو استفدت من حكمة النهاردة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. تفعيل جرس التنبيهات مهم عشان يوصلك كل جديد ومفيد في مجال تطوير الذات. دي كانت خريطة طريقك للسيطرة على دماغك واسترجاع وقتك المفقود. انتظروا الفيديو القادم قريبا وفي أسرار جديدة هنكشفها مع بعض. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية، خليك إيجابي ومسيطر.